النهارده هنعمل عيش الفينو في البيت بطريقه سهله جدا، وكمان هيطلع معانا هش وطري ومش مكتوم خالص، وطعمه وريحته تحفه. بس اهم حاجه تتابعي معايا الفيديو الاخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش تدعمونا باللايك والشير، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدا ونقول بسم الله. اول حاجه معايا هنا هجيب 3 كوبايات من الدقيق. وزن الدقيق كده 375 جرام. حطهم في بوله واحط عليهم ذره صغيره خالص من الملح. تقدروا تستخدموا اي نوع دقيق. الدقيق اللي انا استخدمته اسمه التحرير. هجيب كوبايه من الحليب، نقدر برضو نستبدل الحليب بالميه. هحط عليهم 3 معالق كبار من السكر، وكيس من الخميره. وزن الكيس ده 11 جرام. هقلب السكر والخميره مع الحليب كده كويس جدا لحد ما السكر ما يدوب تماما. هاخد بقى الطبق واركنه كده على جنب عشان نختبر الخميره اذا كانت شغاله ولا مش شغاله. وبعد كده هنضيفها بقى على الدقيق. كده الخميره شغاله معانا كويس جدا. هضيفها بقى على الدقيق، وهحضر معايا هنا 2.5 معلقة من الزبده. نقدر نستخدم وزن الزبده دي برضو حوالي 50 جرام. وهضيفهم على الدقيق. نقدر برضو نستبدل الزبده بالزيت، يعني نضيف بدل الزبده نضيف زيت. وهعجن بقى العجينه كده كويس جدا، عشان طبعا لازم تتخدم كويس قوي وتبقى معانا طريه وجميله جدا، ما تكونش طبعا ناشفه. اهم حاجه في نجاح اي معجنات لازم ان العجينه نخدمها كويس جدا. هنعجن العجينه كده لمده 10 دقايق. طبعا الناس اللي عندهم عجان يقدروا يحطوا العجينه دي في العجان، هتبقى سهل طبعا جدا. هيحطوها برضو نعجنها لمده حوالي كده 6 دقايق او 7 دقايق، وهي بالايد بتاخد حوالي 10 دقايق عجن. هي بصراحه ما بتاخدش وقت كتير، بس اهم حاجه ان احنا نلاقي العجينه معانا لينه وطريه جدا جدا. لازم العجينه تكون طريه عشان الوصفه تنجح معانا. هغطيها بقى كده لمده 10 دقايق وبس، 10 دقايق بس مش اكتر. وهشكلها بقى زي ما انتم شايفين كده. انا هنا عملت من العجينه حوالي 10 كور بالعجين. وزن الكوره دي حوالي 70 جرام. تقدروا تخلوا العجينه اكتر من كده. هي عملت معايا 10 ارغفه كبار. ممكن تعمل معاكم 20 رغيف لو الرغيف صغير. انا عملت هنا الرغيف يبقى كبير. هاخد بقى هنا كوره كوره كده، واغطي طبعا العجينه وانا شغاله. وهعملها كده بالنشابه. هفردها بالنشابه زي ما انتم شايفين لحد السمك بتاعها ما يكونش ولا تخين قوي ولا رقيق قوي. وهلف. واول حاجه هثبت العجينه من قدام وهلفها زي الرول كده. وبعدين اقفلها كويس جدا. لازم اقفل العجينه كويس جدا بايديا، وبعد كده اروح برموها كده لقدام. وبعد كده بقى ارصهم في الصاج زي ما انتم شايفين. وبعد كده اغطي بقى الصاج، برضو اغطي الصاج عشان وش العجينه برضو ما ينشفش. هجيب هنا بيضه. طبعا الخطوه دي اختياري، اللي عايز استغنى عنها عادي. انا جبت هنا بيضه حطيت عليها 3 معالق كبيره من الحليب، وقلبتهم كويس جدا كده. بعد ما العيش بتاعي اختمر لمده نص ساعه، ممكن ياخد معاكم نص ساعه او ساعه الا ربع على حسب درجه حراره الجو. بعد كده بقى هدهنه بالخليط البيض مع الحليب، او ممكن نستغنى عن البيض خالص. الناس ما بتحبش البيض ندهنه بالحليب بس. وبعد كده ادخله الفرن على درجه حراره 200 لمده ربع ساعه. وبعدين اول ما ياخد لون من تحت هنشغل له الشوايه على طول ياخد لون كده، ونخلي بالنا على طول نراقب الصاج على طول عشان بس ما يتحرقش مننا. بعد كده بقى خرجه بالشكل ده. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ اول حاجه هنعملها نغطيه بفوطه على طول مباشره، او ممكن نغطيه بكيس مع الفوطه عشان يرد تاني ويبقى طري جدا معانا زي ما انتم شايفين. والشكل واللون والطعم بجد تحفه. يا ريت تجربوه بالطريقه دي، بجد هيعجبكم جدا جدا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، وكمان اشتراككم في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. دمتم في رعايه الله.